بطاية قمر، شكلها يفتح النفس ومن غير اي دهانات عشان نحمر البطة بيها بطريقة سهلة جدا، طريقتنا المعروفة اللي معتادة في كل البيوت، بس من غير اضافات يعني كتير. عشان كده طعم البطة كان في منتهى الجمال، والشوربة كمان شوية محشي لوز العنب. المحشي زي ما احنا شايفين ورق كرنب وورق لفت، كان ريحة وطعم، ريحته كانت مالية الدنيا. والبطة القمر دي، والاتنين بطريقة سهلة جدا، بطريقة مفيش فيها اي تعقيد، في اضافات بنضيفها زي ما بنعمل في معظم البيوت، وباختصار جدا لاضافات الشوربة او الاضافات اللي بنضيفها للبطة عشان نطلع نكهة شوربة. طعم الشوربة كان روعة، البط حلو قوي، المحشي زي ما احنا شايفين ريحة وطعم روعة، وكل ده بطريقة بسيطة جدا. خليكم معايا وشوفوا البطة عملناها ازاي، وكمان المحشي توابل اللي بضيفها للمحشي مع باقي الإضافات بتطلع معاكي نتيجة ممتازة. شوية محشي ظبط زي ما احنا شايفين، ده البصل اللي كان مع البطة والطماطم اللي كانت مع المحشي في أرض الحلة، كان طعمهم في منتهى الجمال. هنشوف مع بعض دلوقتي ازاي عملنا البطة وطلعت معانا بالشكل الجميل ده، وكمان ازاي عملنا المحشي وكان روعة. معايا على البوتاجاز حلة فيها بصلة مقطعينها تقطيع صغير زي ما احنا شايفين، ونشفها الاول من مية البصل عشان ما تاخدش وقت مع الزيت. وكمان يعني لو في غير المحشي بتاخد زيت بسيط جدا، لكن المحشي طبعا بيحتاج زيت زيادة عشان ما يتحرقش ولا يشيط. معايا كمان بعد ما بصفر البصلة تصفير بسيط جدا، ما بحمرهاش عشان تدي نكهة للمحشي وكمان ما يبقاش حامي. قبل ما بضيف الطماطم زي ما شفنا كده، ضفت معلقة توم مفروم وبنقلبها تقليبة بسيطة، بمجرد ريحة التوم ما تطلع بننزل بالطماطم. الطماطم دي انا بسويها، يعني بتتغسل وتتقطع ونسويها الاول، وبعدين بضربها في الخلاط وبعبيها في اكياس لوقت ما بحتاجها بخرجها من الفريزر. بتبقى افيد لما بنعرضها للنار في التسوية اللي بنعملها قبل وضربها في الخلاط. زي ما شفنا انا ضفت الطماطم، وبعد الطماطم حطيت معلقة صلصة ومعلقة سكر، وبنغطي عليها لما الطماطم تتسبك او تنشف. هنيجي للبطة ونشوف عملناها ازاي. البطة زي ما احنا شايفين مغسولة كويس جدا وبتتنقع بمحلول النقع اللي احنا عارفينه كلنا، يبقى دقيق وملح وليمون، وكمان لو عندك قشر برتقال وتربيه مع الليمون في الخلاط، يعني قشر ليمون يعني قشر ليمون او ليمون كامل، وبتصفيه وتنقعي فيه اي طيور مع الدقيق والملح، بيشيل زفارة الطيور وبيديلها ريحة في منتهى الجمال. البطة بعد ما بحط في حل على البوتاجاز زي ما شايفين حوالي من 4 ل5 معالق زيت، وبيتقدح الزيت كويس، بننزل بالبطة ومع البصلة بس. البطة بنتبلها الأول من جوه بس، ما بنحطش بره. فلفل أسمر وملح زي ما شفنا، وحطيت بالمعلقة فلفل أسمر وملح جوه البطة، وبننزل بالبطة على الزيت بعد ما بيتقدح مع البصلة بس، وبنغطي عليها لما بتغلي زي ما شايفين كده، وبنشيل الريم اللي على وش الحلة، وبعد كده بنضيف الحبهان وثلاث 4 حبايات والفلفل الأسمر والملح، وبنغطي عليها وبنهدي عليها النار عشان تستوي بالمية اللي فيها من غير ما تنشف. ودي صلصة المحشي بعد ما اتسبكت وبردت. التوابل اللي هنضيفها: نص معلقة فلفل أسمر، نص معلقة كمون، نص معلقة شطة اللي يحب، معلقة كبيرة بابريكا، معلقة كبيرة ونص كزبرة ناشفة، ومعايا كمان معلقة صغيرة توم ني مطحون زي ما شايفين، وبصلة صغيرة مقطعينها، دول بنسميهم مرتة التوم مع البصلة عشان بيعملوا نكهة حلوة جدا للمحشي وهو بيستوي، وده اللي كان مخليه محشي روعة. معايا كمان الشبت والكزبرة، ده كان شبت وكزبرة مفرزاه،
بتضيفي كمية على قد المحشي اللي انت هتعمليه. وبعد ما بنضيف التوابل والبصل والثوم والشبت والكزبرة بنخلط ده كله مع بعض زي ما شايفين كده. وبعدين بننزل بالرز، وكمان الملح ما ننساش الملح. الملح بتحطي برضو على قدر الحلة اللي انت عاملاها. وبيبقى الحدق بالدقيق بيبقى عالي شوية عشان الكرنب بيمتص الملح، فبتعليه شوية عشان يظبط معاك الحدق، لان الكرنب كمان عايز ملح. بعد ما بتنزلي الرز بتخلطي كل الصلصة بالتوابل اللي ضفناها بالرز زي ما شفنا. ومعايا حلة بفرش أرض الحلة بورق أخضر، سواء كرنب أو لفت أو حتى خس، ده عشان المحشي ما يتحرقش. وبنحط عليه، بنقطع على الفرشة اللي بنفرشها من الورق دي بصل وفلفل أخضر بيدي نكهة حلوة جدا جدا للمحشي، وطماطم، والعود اللي في الشبت من فوق، يعني عود الشبت الحتة التخينة اللي ما بناخدهاش في الشبت. وبعد كده زي ما شايفين بنحشي المحشي، وبنحرص على ان بقدر ما نستطيع يعني السطر اللي تحت اللي على الفرشة دي يكون اخضر عشان يستحمل الحرارة، لان هو اللي بيبقى قريب من النار. بعد ما بنحشي حوالي نص الحلة، لو عندك قرن شطة حامي وبتحبي الحر يعني حطيه، او بارد. البارد برضو بيدي نكهة حلوة جدا للمحشي. الفلفل عموما بيطعم الكرنب جدا. بنحط وبنكمل محشي بعد كده، بس طبعا اللقطة دي ما جاتش لما بنخلص الحلة للآخر. انا حشيت الحلة وبعد ما حطيت الفلفل وكملتها وحطيتها تستوي، ومعايا البطة كانت استوت، فبنحمرها. وتحمير البطة العادي جدا اللي طلع معانا شكل في منتهى الجمال زي ما شفنا كده. بنحط زيت في اي طاسة، ولما الزيت بيتقدح بننزل بالبطة او باي طيور، وبنقلبها على ناحية عشان تحمر. وزي ما شفنا كان ده الشكل النهائي للبط بعد ما حمرتها بالزيت. زي ما شفنا الزيت بس من غير اي دهانات، لا صلصة ولا اي حاجة. وده المحشي ما شاء الله بعد ما استوى. زبدة، شوية محشي لوز، تحفة ما شاء الله، كان طعم وريحة. شايفين الشكل ما شاء الله، وكان طعمه تحفة حلو جدا ومظبوط زي ما شفتوا بالإضافات اللي ضفناها والنكهات للبصل وللثوم اللي حطيناهم مرتة، وكمان باقي التوابل. ودي البطة بشكلها الجميل وبطريقتها البسيطة جدا. وكان فطار بألف هنا لكل اللي هيعمل إن شاء الله. وبإذن الله تطلعوه بنكهة المحشي اللي انتوا شايفينه ده، كانت حلوة قوي. وكمان نكهة الشوربة بالنسبة للبطة من غير إضافات زي ما قلت اللورة والطماطم والإضافات اللي بتدي نكهة حلوة برضو ومفيدة، بس بتبقى مختلفة غير النكهة البسيطة اللي أنا عملتها دي. ودي البصل اللي كان مع البطة والطماطم اللي كانت مع المحشي. ده الشكل النهائي للبطة وللمحشي، طريقة معتادة في كل البيوت وبسيطة جدا، وفي نفس الوقت نتيجة فوق الممتازة، طعم وريحة. والشكل زي ما احنا شايفين يفتح النفس من غير ما نتعرف على طعمه كمان. ده كان الفيديو، يا رب يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله.